صحتك بالدنيا. هذا البرنامج برعاية مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، الأخصائي في جراحة الوجه والفم والفكين. المركز مختص بالتجميل وزراعة الأسنان. مركز الدكتور بندوار محمد يقدم كافة الخدمات السنية: تجميل الأسنان، معالجة الأسنان بأحدث الأجهزة والأنظمة، معالجة أسنان الأطفال ضمن المركز تحت التخدير العام، عمليات الزرع بأحدث الأجهزة والتقنيات، عمليات جراحة الوجه والفم والفكين بالأنظمة الحديثة، تبييض الأسنان بالمواد المستوردة والتقنيات الحديثة، أيضا تجميل الأسنان بطرق حديثة وسهلة. ولا ننسى ابتسامة هوليود الشهيرة. مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، قامشلو بجانب مشفى الرحمة. للحجز والاستعلام هاتف 433 226. مساء الخير لكل مستمعينا ومتابعينا للي عم يسمعونا عبر الموجة 103.5، أيضا للي عم يشاهدونا عبر البث المباشر على صفحتي الإذاعة. يسعد مساكن وأهلا وسهلا فيكن ببرنامج صحتك بالدنيا. ضيفنا باليوم هو الدكتور كسرى حوج، اختصاصي بالأمراض الجلدية والتناسلية والتجميل. اسمحوا لي رحب بضيفنا لحتى نبدأ لقائنا. مساء الخير دكتور كسرى. مساء. مستمعينا، اليوم راح يكون موضوعنا كتير حلو، وأكيد بهم يعني العديد من يعني الشرائح، سواء كانت الشباب أو الشابات، ممكن أحيانا يكونوا المتزوجين الكبار بالسن. اليوم رح نحكي عن التجميل اللاجراحي. يا ترى في كتير من المحاور رح نتناولها، سواء كان البوتوكس، الفيلر، البلازما، زرع الشعر اللي مثلي أكيد رح نكون بحاجة له، الليزر، وكتير من المواضيع والمحاور رح نتناولها على يعني بشكل موسع. إذا حابين تنضموا لنا فيكم تشيلوا السماعة وما تترددوا عبر الاتصال بالرقم الأرضي 429 101 أو عبر الواتساب 093 82 80 81 4. على صفحتي الإذاعة عبر كومنت فيكم تبعتوا أي سؤال يخطر على بالكم، أكيد رح نجاوب عليه بما يخص التجميل اللاجراحي. أيضا حابب أشكر زملائي شيرين وجودي على الكنترول والبث المباشر. فورا بنفوت بموضوعنا. التجميل اللاجراحي دكتور، يا ترى العنوان هذا شوي للمستمعين بشكل إشارة استفهام، شو هو التجميل اللاجراحي؟ وبنفوت على المحاور تبعنا. تمام. هو باختصار مرحبا للجميع والصحة للجميع. التجميل في له مجالات. التجميل اللاجراحي يعني باختصار أنا بدي أحكي للعموم، ما بدي أحكي للأطباء والممرضين والفنيين بمجال الصحة يعني، مشان يفهم عليه كل شيء ما يدخل فيه المشرط. يعني التجميل الجراحي، الشد، تماما، الفلابات، محل مشوه يشيلوا يطعموا يحطوا طعم محل، هذول الشغلات. تجميل الأنف، تجميل الجفون، شباب زملائنا الجراحة التجميلية يقوم بهالأمور، هاي نسميها التجميل الجراحي. تماما. شفط شحوم ما شفتش، هذول كله ضمن هالمجال. نحن التجميل اللاجراحي كل شيء اللي يتم عن طريق الحقن والليزر وتنظيف البشرة والفيلر والبوتوكس والبلازما اللي هلا بدنا نتناولهم وحده بوحده. هذا هو اللاجراحي يعني. تماما، حلو كتير. يعني بظن الفكرة توضحت باختصار هيك مقتضبة يعني. دكتور، لو نبدأ من موضوع البوتوكس، طبعا دائما عالم التجميل على تطور على قدم وساق. يعني البوتوكس استطباباته لمين يصير لمين ما يصير، وشو هو البوتوكس؟ طب هو البوتوكس حرف البي او تي اكس، سم هو. ايوه، عبارة عن سم يعني. البوتولينوتوكسين، بوتولينوتوكسين هاي الحروف الأولى من اسمها أخذينه. مرض هضمي
عن طريق النقانق، ما النقانق هيك كان تنتقل. أريد أكرر، ما بدي أوسع بالأمور لأنه عم بحكي للعموم، على الشارع، عم بحكي للناس اللي تريد تنبك أمور. أول ما استخدموه كان استخداماته مشان الألم، ألم بالركبة، ألم بالقدم، بالأش اسمه. شافوا خيوم ايش عم يعمل هذا، عم يعمل شوية شد، عم يعمل شوية اسمه. نحن بمجال الأطباء الجلدي والتجميل استفدنا من هالتأثير الثانوي له أو السلبي له، أنه يعمل شد، يعمل عبارة عن شلل مؤقت لمنطقة معينة نستفاد منه في علاج التجاعيد. ما التجاعيد بكل أماكن الجسم ممكن نستعملها. هلا في علاج كمان حديث ومشكلة عند الكثيرين، فرط التعرق الراحل الأخمصي تحت الأبطين، مشكلة هي يعني. نعم. حتى هون عم نستفاد منه كثير. طبعا باختصار انه في ناس تسأل انه كل واحد يحق له يعملها، كل واحد يقدر يعمل، بس كمان في له استطبابات، وفي ناس ما يصير نعمل لهم. مين هن اللي ما نسأل؟ هلا مثلا تجينا مرأة حامل، ناقص مناعة، مريض سكري، واحد عم ياخذ أدوية مميعة، شغلات هدول ما يصير هذا ياخذ. تماما. يفضل انه ما ياخذ. اسمه انه له استدامة ولا لا؟ لا، من 3 إلى 6 شهور بلكي للسنة. تماما. المدة الزمنية اللي ضاين يعتمد على نوعية المنتج المادي. يعني مثلا في منتج أمريكي، في منتج كوري، في منتج إيطالي، في إسباني، في كذا كذا كذا، حسب جودته وحسب سعره. في بذو جودة ممتازة، يعني بلكي 6 شهور لسنة كمان يبقى من الجلسة الأولى. تماما. هاي هي. تماما. مثل ما ذكرت انه للي ما بيصير لهم اكيد هاي ذكرتهم كمان هي باختصار هيك. والمناطق يعني اللي فينا مثلا هلا احيانا دائما هالة العين، حوالي العين، دائما الاطباء بيبتعدوا عن هالموضوع هذا. البوتوكس فيكم تحقنوا حول هالمنطقة هاي؟ البوتوكس اي منطقة فيها تجاعيد نقدر نحقنه. تماما. البوتوكس اي منطقة فيه تجاعيد نقدر مثل ما قلت يعني. هلا التجاعيد اللي بوشنا وهالعلامات التعبيرية هذول مو من الجلد، من العضلة اللي تحت منا. نحن نرخي العضلة، نخدرها هيك مؤقت. تماما. لحالة تنفك. هال11 وهال1 وهالتكشيرات وهدول يروحوا. حلو. مدة زمنية اسمه غلط حقنت شو اسمه، أثرت على العصب، احتمال يصير معك نسميه نحن شيء انسدال جفن، يعني هالجفن تيبقى نازل طول مدة تأثير الدواء. تماما. اللي هو مثل ما قلت لك 3 6 بلكي لسنة كمان، بعدين نرجع لحاله. مجرد يعني زوال هالمادة هاي أكيد بتراجع الحالة. تماما. هاي إذا هاي فينا نعتبرها دكتور من ممكن اسم اختلاط، يعني ممكن اسم اختلاط. في اختلاط. في اختلاط بجرعات كبيرة يعمل إشكالات تانية كمان. هاي أكيد رح نحكي ضمن الحلقة عن الإشكالات، وفي كتير محاور أكيد رح نحكيها إن شاء الله. لو ننتقل لموضوع الفيلر، أيضا هو أيضا داخل عالم التجميل الغير الجراحي. يا ترى شو هو أنواعه، مشاكله، استطباباته، لمين ممكن تعملوه، وشو هو الفيلر لنوضح للمستمعين؟ طب هو كلمة فيلر هي عملية. أيوة. العموم حافظوا أنا بدي أعمل فيلر، عملت فيلر. اسم العملية فيلر. تماما. الشحم فيلر، والهيالورونيك أسيد فيلر، واللاكتيك أسيد فيلر. في 100 شغلة، يعني كل شيء تملي تعبي. من كلمة الفول تعبئة. تماما. في تجاعيد عميقة، في ندب احتفارية، في شغل يعني تملي مكان. هلا شو اسمه، في تشوه بالوش، خد أكبر من خد بتملي هالمادة هاي. يعني بلكي هالفيلر يكون الشحم الذاتي منطقة ضامنة، وبلكي هالفيلر يكون هيالورونيك أسيد. هلا اللي نستعمله التشوه الهيالورونيك أسيد هو يعني. هذا كمان له شركات منتجة كثير. شو اسمه استطباب، يعني هذا استطبابه يعطيك نضارة، يعطيك شوية حلا بالوجه إذا نحكي على الوجه يعني. في ضمن الفيلر تجينا صبية شفايفة صغار اسمه تمليلة، هو تملى اسمه هيك. الكم المريض يحدد انه بدي اياه هيك، بدي اياه هيك تكون يعني
تجي عبارة عن أبوات مثل سرنجة الإنسولين، هي يعني تماماً. جاهزة، تجي إلى راس تتبدل وينحقن حسب هاي، بالمكان مو اللي بس يلزم. بالمكان اللي يلزم. مهم. حتى في حقن للمناطق التناسلية في تماماً. ناس كمان، تماما. كناحية تجميلية كناحية اسمه، في ناس تعمل يعني هالموضوع الفيلر احيانا بنلاقي انه مثلا في سيده عندها وجهها ضعيف ممكن تحقن الخدود، هاي كمان هاي هي تماما. هي في مو يسموها الفيلر، يسموه الابره الملكيه، يسموه ما بعرف شو، هذول كلها ضمن هالاسمه. تماما. هو عباره عن حمض، هو في منه مؤقت كمان المده الزمنيه لكذا كذا، وفي ناس تسميه انه الدائم. الدائم له اشكالات كثيره. أيوة. اذا انا بدي نحكي على اختلاطاته، يعني انا لو نصيحتي مين ما يبلش يعمل من النوع المؤقت 3 شهور 6 شهور، حتى لو صار شيء مشكل شيء اختلاط كمان بتزول مع هالمده الزمنيه هاي، وواحد يقدر يلحق الامر يعني. تمام. الدائمي له مشاكل كثيره وله ايش اسمه، اذا ممكن المريض اصلا او اذا سميناه مو المريض، هو ربما ما هو مريض، اللي بده اللي بده يتجمل مثلا ممكن يغير رايه، فصار تغيير الراي يعني مصيبه بالنسبه لانه هذا صار امر دائم يعني. تماما. اكيد بتعانوا من هالموضوع هذا كثير، اقناع المريض هاي بتضل عليكم. دكتور، لمين فيكم يعني تعملوا الفيلر ولمين ما بيجوز؟ هلا جميع الفئات العمريه، اكيد مو الاولاد الصغار، اكيد اليافعين او تمام. دائما نقول ناقصي المناعه كمان مثل البوتوكس ما يصير تماما. عند الحوامل الافضل انه ما يعملوها وما ايش اسمه. مريض عم ياخذ مميع ما مميع شغلات هيك، مريض معاه مشاكل دمويه وعائيه شغلات هيك، لانه في اشكال وكثير بلكي أحسن الجراحين التجميل يقعوا فيها. مو اسمه هو المادة الهيالورون، احتمال الهيالورونيك أسيد هذا اللي نستعمله أكثر شيء هو الدارج، لو بلكي يعمل خثرة في مناطق محددة، مثلا قريب على العين، قريب على الجسم، احتمال يعمل لك مثل خثرة فيها، يعني بلكي أنت أثناء الحقن أثناء الجلسة يعملها بلكي. تماما. هاد بقى يبقى على شطارة اللي عم يحقن وخبرة اللي يحقن. يعني اللي عنده خبرة كمان بحساسية بإيش اسمه يفوت للأمر هاي. يعني هدول الفئات اللي تماما يفضل انه بيبتعدوا عن حقنا يعني. دكتور، لو بس كلمة هيالورونيك تمام أسيد. تماما. دكتور، لو ننتقل لموضوع البلازما أيضا، يا ترى شو هي البلازما وشو هي مجال استعمالاتها؟ طبعا هو البلازما هيك باختصار يعني أقول مشان العالم تفهم، الدم الأبيض، القسم الأبيض من الدم هو عبارة عن صفيحات الدم، مصل يعني دم العادي، نحطه بالمثفلة، بندوره يترسب القسم الأحمر والاسم من الدم، يبقى يعني بالقليل من ربع ساعة لنص ساعة، يفضل يبقى، وفي ناس حتى لساعة كمان يتركوا، يطلع لك صافي 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 يعني من دمك. تماما. نحقن للشعر كمان ولنضارة الوجه. تماما. طبيعي من دمك ولك يرجع. آمن معناته أأمن مادة هي ايش يعمل خيو، حتى هذا كمان الفيلر كمان اسمه يعني يعملوا على انتاج الكولاجين. الكولاجين هو المرمم لبشرة الوجه بشكل عام، في خلايا جذعية كمان يترمم، يعطي يعني في ناس حقنوا وعطت نضارة وعطت اسمه. البلازما ما تروح التجاعيد العميقة للسولة، ما تروح بس تعطيك نضارة وتعطيك ايش اسمه. البوتوكس الاولاني للتجاعيد، الفيلر للتجاعيد العميقة نملي مادة مالئة يعني تمام ننفخ تماما. فهمت شلون؟ هاي من دمنا وطبيعي ليش لإنتاج الكولاجين اسمه. في ناس حقناه كمان للشعر يستفادوا منه أحيانا. نحقن بالكلة تسألني كمان ما بعرف، نحقن نخلط له الميزو. الميزو عبارة عن مجموعة يعني تقدر تقول فيتامينات للنضارة في للوجه لحال وفي للشعر كمان، نخلط مع هاي البلازما
ونحقن. جلساتها تقريبا هاي جلسات بفاصل 21 يوم لشهر اسمه. الفيلر والبوتوكس بلكي البوتوكس تعمل لسنة تبقى يعني ما ذكرت انه كل قد ايه لازم واحد يعملها. البوتوكس هيك. الفيلر كمان بلكي 6 اشهر يبقى، معناها ما في جلسة تاني بعد شهر. تماما. بس في ناس مثلا الفيلر ما تستفاد منه اول جلسة. في ناس لساتها بالجلسة تشوف بينت تماما تستفيد حسب ايه قبل وبعد. الاشكال هاي كلها يعني الكل اللي يشتغلوا هالمجال يفضل قبل وبعد يتصور انه هاي حقنت لك هيك صار. في ناس بسرعه اكتشفت يعني الماده مو كتير شو اسمه، بلكي في اسئله تانية ما دخل في هاي هذا بقى البلازما امن شيء هو نضيف لها الميزو ونحقن كمان نتائجها كويسه يعني. ارخص من الهدوك تانيين ولو ماديا تماما وامن تماما. ما في له اي اشكال. استفادت ما استفادت من شيء. واكيد ناهيك عن الاستعمالات الاخرى للجراحين والمختصين زملائكم في حقن ضمن الركبه ضمن المفاصل شغلات اكيد هاي ما راح نتطرق عليها، ولكن نحن عم نحكي عن اليوم موضوع التجميل. دكتور ايضا نسمع كثير انه والله الفلاني الشخص الفلاني راح حقن شحوم. يا ترى شو هي الشحوم وشو دواعي استعمالاتها؟ تمام. يعني مثل ما ذكرت بالبداية الشحم الذاتي يعني من جسم الإنسان. على فكرة البلازما كان نفس الشخص. أيوة. ما يصير تاخذ من عماد وتزرع بكسرة. ما يصير اسمه شخص تابع لزبرة الدم تابع اسمه مصايب تصير لو غلط حقنت لو ولا شيء اسمه. الشحم الذاتي يا من الورك ينتخذ يا من المنطقة سمعني يقول شفط الشحوم. تمام. تشفطه بعدين يدخل بجهاز يصير مثل المستحلب. أيوة. يتمدد تماما ينحقن. في ندب احتفاري بالوجه بمكان تاني تملي هالمكان يعني هو كمان من الفيلرات. الشحم الذاتي كمان يعتبر من الفيلر يعني من المواد المائلة كمان بقى من جسمك من شخصك. حلو. ناخذ من اللي ياخذوا من الشحم. جراحين تجميل زملائنا يشتغلوا هاي شغلتهم أكثر مما يعني هاي تماما. من التجميل الجراحي يعتبر يعني أول شيء يشفط الشحم بعدين يصير مثل مستحلى بعدين ينحقن بالأماكن شو اسمه. ما قلنا في ناس يعني صبية وجهها كتير رحيف وكتير شو اسمه يعني ما في تناسق بين الجسم والجسم ومن جسمك لك حلو وينحقن. والطبقة الشحمية دائما تحت الجلد هي يعني السهولة ينحقن. لازم بقى أكيد لها تقنية معينة وبدها معرفة وتناظر بالشكل مو أحقن طرف أكثر من طرف. تماما. معناته دكتور أيضا الشحوم هي كمان أقل يعني ضررا أقل اختلاطا مثلا. أحقن ما أخاف خيو ما أخاف يعني الأضرار اللي تتعمله بلكي تعمل لك شوية كدمات ممكن ازرقاق شغله هيك مع الزمان مؤقت هو اسمه كله يعني هذا الفيلر لما نحقنه مرات تشوف شوية كدمة صارت ازرقاق صار شغله بالذات المناطق الحساسة حول العين ما حول العين تصير أمر عادي زائل هو. تماما. هلا موضوع الليزر ايضا هو بينطوي تحت التجميل الغير جراحي. الليزر وين وشو استعمالاته؟ هلا الليزر داخل بكل مجالات الطب. نعم يعني نحن كل شيء نحن مجالنا كجلدية وأطباء تجميل شو اسمه أكثر شيء للشعر للتقشير لهالشغلات هاي نستعملها. والأجهزة الموجودة عندنا هلا حاليا بالبلد يعني بلكي عم تسمع يقول بالانجليزي البيلينج عملته فراكشنال عملته ما ادري شو عملت هدول هن طبعا تقشيريه تماما تنظيفيه. وفي الدارج والكل يشتغل عليه بجميع المراكز الموجوده هنا طبعا نزع الشعر يعني عم ننزع كمان وعم نزرع كمان هلا. حلو. ازاله الشعر الليزرات مختلفة جدا. الليزر اللي أكتر شيء واحد يستفاد منه فيه نوعية كمان. في ليزر سائل في ليزر صلب وفي ليزر غاز. نحن الليزرات تبع الشعر ليزر صلب نحن نسميه وبالعامية كمان يسوي بنات شوف بين بعض ألكسندريت الليزر تبع فلاني هذا هو الألكسندريت. الألكسندريت حجر هو. يوم ميلاد قيصر روسيا ألكسندر الأول انكشف. الروس كشفوه وبقية العالم استفادوا منه. هاي شلون هي تجي الكهرباء الضوء عليها على الكتلة الصلبة تكثف فالاسمه عبارة عن مثل ما تقول من مراية لمراية هيك يصير نار ليحرق. تماما. هذا الليزر الالكسندري يحرق الشعر دكتور بوصيلات شعري. بقى شنو تمام.
الليزر عاد له طول موجة وله سعة التأثير تماما، وله زمن تأثير، واسمه بدي أقول كلمات تماماً، إنجليزية مش هاي على ما العالم يعتمد عليك. أفضل أنواعه الإلكسندريت الأمريكي، ولو ما أحب أمريكا أفضل أنواعه يعني بجلستين 3 كتبين النتائج. أيوة. الموجودين حاليا كويسين أجهزة يعني أغلبهم إيطاليين. عاد في جهاز له مثل ما تقول المنفذين من طرفين يجي، وفي منه من طرف واحد. أكيد اللي له مسرعين تماما، تأثيره أكثر وتأثيره إيش اسمه هيك. القبضة اللي نشتغل فيها لها كمان قياسات، في 12 وفي 15 وفي 5 حسب المنطقة. حسب الكبر تبعها نسبه. بيجي الضوء يحرق، بفاصل جلسات أقل شيء 20-21 يوم. الليزر بجلستين ما يروح. وحتى لو الطبيب قال ولا المركز قال ولا مين قال إنه والله 5 جلسات يروح، لا غلط. التعبير كمان غلط، هو ما تعرف. في تجي صبية مع تناظر مبيض متعدد الكيسات وهرمونات عاليين وطالعين وش اسمه، ايش ما تعمل لما يروحوا؟ ليش تعمل هيك؟ تعمل له ايكو اذا ما اريد اخسرها بالزياده، وان مقتدر اسمه اعمل له الهرمونات تبعها كمان، وقت اعطيها علاج هرموني اضافه الى جلسات الليزر. بس هون 5 جلسات تروح، لا غلط، هذا بلكي 10 جلسات كمان ما تروح. طبعا كل جلسه تاخذ حقها، تخف طبعا من جلسه ورا جلسه تخف. ايه والدليل على ذلك إذا شوف صبية جاية عم تعمل الجلسة 10، إذا ما كانت تستفاد ما تخسر حالها، ما تعطي مصاري. مو بس صبايا يعملوا، حتى الشباب في ناس يعملوا تحجير الدقن والخدود. تماما. وفي ناس تلعب كمال أجسام وكمال أجسام شباب، الصدر والظهر كمان يجوا يشيلوا. هذا الجلسات طول، يعتمد على نوعية الجهاز. والليزر كمان يعني ما مو مثل الشغلات الثانية، يعني مو ضار، ما في له أي مضار، ما في له حتى عند الحوامل نقدر نشتغل. حلو. بس نحن بالمركز اللي أشتغل فيه، هلا المركز اللي نحن ما عند الحوامل ما نشتغل. إن صارت شغلة تقول من الليزر، ولو الليزر ما يعمل أي شيء. تفاد يعني لأي ملاحظة. بالضبط. دكتور هلا ذكرت موضوع الشباب، ان الشباب ايضا بموضوع الليزر عم تشيلوا الوشم كمان نفس الجهاز. بقى في للسما تبع التقشير وتبع الوشم تبع في ايش ما بدك فيه. تماما. بس هلا نحن عندنا المركز اللي بتعامل معه اللي بيشتغل فيه الاسموني بس تبع الشعر. تبع الوشم شلون هو؟ في وشم ازرق وفي وشم اسود وفي وشم احمر الملون. الليزر تولفوا على نوع معين. هلا ليزر الشعر ايش قدم الشعر اسود وقاسي بني كمان يعني مصطبغ. هلا الشعر الابيض 100 جلسه ضرب هالشعريات البيض من لحيتك ما يروحوا، ما راح يروحوا. الليزرات اللي عندنا هون مولفين على الجريب اللي بصلته تماما، هالصبغه الميلانين اللي فيها هو يهاجم يفوت له فيها، يضربها لهديك يختلف. شعر الابيض ابد ما يروح. اذا هاي معلومه بقى هاي ايه من تبع الوشم. ما يجون يعني في وشم بدي اشيل عندنا ما في. هون كله ما في عند حدا، ما في ما حدا. الوشم احسن الجراحين وشو اسمه ما يدخلوا فيه عميق. بعدين في منه واصل لتحت الجلد، انت بتعمل تقشير للجلد. خيو تماما عملت له بالعاميه بالعربيه الفصحى يسموها السنفره تماما، لا شو اسمه يشرب بس هو اعمق من هيك تماما. في ناس بترشوا بمكان الوشم راح بدل ما اي لاف يو بالاسود تماماً. صار اي لاف يو بالابيض تماما، يعني تيبين في وشوم سطحيه بسيطه هيك بلكي هاي تروح، اما غير هيك رح تبين الندبه. في منه عميق يعني ما أنا مجدي النتيجة ربما يعني حسب الأجهزة المتوفرة. حلو كتير. يعني أكيد في برا في بأوروبا في بأمريكا في اسمه الليزر للون الأحمر يكون فيه ولا الأسود فيه ولا الأسود فيه يتوالف. بس عندنا يعني أنا كخبرتي صار 33 سنة أشتغل هون ما في عند حدا هالتقنية هاي الحديثة هيك اللي تمام. رح أذكر مستمعينا للي عم يسمعونا أنتم عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا من إذاعة بوير اف ام. ضيفنا بالاستوديو الدكتور كسرى حوج، اختصاصي بالأمراض الجلدية والتناسلية والتجميل. عم نحكي عن التجميل اللا جراحي أو الغير جراحي. كتير محاور تناولناها وشوي شوي عم يعني نوصل للمحاور الأخيرة للحلقة. لكن الأخ زكي في بعد تعليق أكيد رح نقرأ قبل ما يروح التعليق. هل المياه الكبريتية تفيد في حالة الأكزيما الجلدية وجفاف الجلد؟
راح نجاوب على السؤال إذا إمكان. والله ما أظن، لا تيحرق. هل المياه الكبريتية ومي البحر للصدف مع الصدف في شوية فائدة فيها وإلا لا؟ تيحرق هيك زي ما هيك عم تحترق وتحك تيزود. تماما، شكرا للإجابة. نتطرق لموضوع زرع الشعر، واللي هي مصيبة كتير الناس اللي أنا منهم يعني واللي يعني يا ريت يعني يكون عندنا مجال نقوم بهالإجراء هذا. زرع الشعر عندنا ممكن نتائجه شو هي وآلية العمل؟ لو تحكي لنا عن موضوع زرع الشعر. زرع الشعر كمان شيء جديد. يعني هلا عندنا بالقامشلي بدأ عم لاحظ في ناس عم في يعملوا. لا أنا عم بشتغل بمركز، هلا بلشنا نزرع يعني من 2-3 بلشنا. النتائج يعني مشان أكون صريح اسمه نتائج كويسة. حلو، نتائج كويسة، نتائج الزرع يعني هلا النزع والزرع اثنيناتهم كويسين. حلو، يعني نتائجهم اسمه هيك واحد ما في شعر بالمرات. شو اسمه زرع الشعر؟ شو هو زرع الشعر؟ إنه نروح نشتري من الصيدلية شعر ونزرع، لا، لازم يكون تمام. في شيء نحن نسميها المنطقة المانحة. بالذات منطقة وراء الأدانين والمنطقة القفوية. هاي أكثر شيء يبقى فيها الشعر. يعني تشوف واحد صلع ثنائي القطب من قدام يعني من وراء وكله رايح، بس هون في لازم يكون في هون. يعني أول إجراء نعمله تتأكد إنه أخي هالمساحة الفاضية المنطقة المانحة عندي تتقضيني إنه يعني بالقليل تشيل لك شيء 5000 ل6000 غرسة. تماما، شعيرة أو غرسة. شعرة نسميه شعرة. أول شيء نتأكد ما في مرض، ما في إصابة، ما في شغلة، شعره سليم، الزلمة سمونيك يتحدد موعد. عبارة عن إجراء مطول كتير. تماما، يعني بلكي 10 ساعات، بلكي ايش اسمه، بده صبر من قبل الزارعين كمان، يعني الأطباء والفنيين اللي اسمونيك 100%، واللي تيجمل حاله كمان أكيد. يعني اسمونيك. بس إجراء كتير رائع، كتير حلو، كتير اسمه. هلا بلشنا هون بالقامشلي، نتائج رائعة. ومين ما بده رقمي هلا تيقطع على شو يتصل في عنا، عم نحط أدوار اللي بده يزرع ويسألوا شلون التكلفة وشلون اسمه كلها. حلو. أول شيء المنطقة المالية. تمام. هون في أول إجراء نقطف شعرة بشعرة هيك تنقل اعتبار بعمية منك. تماما. طبعا يتخدر المكان، مو إنه هيك. شعرة بشعرة تنشال. بشو نشيله؟ شيء نسميه نحن بانش، يعني مثل مشرط دوار. تمام. مثقل. تمام. بس جواته فاضي. بيشبه القلم يعني. تمام. مثل القلم. تماما. أبد راس قلم. نوصل الكهرباء. لا، أول شيء نحدده. نقطعه. تماما. تاني مرحلة نشيل هدول وحدة بوحدة، نحطها بسيروم ملحي. نعم. مشان ما يخرب. وسط. بعدين نيجي لمنطقة الزرع. تماما. تحددوا يتحدد قبل منا أنت اللي تتزرع له يقول هيك اعمل لي. تمام. وصل لهون هيك اعمل يعني بالمشاركة مع رأي الطبيب لا هو تقول هيك ازرع لي، خليه يوصل لهون، خليه يوصل لهون هيك يعني يحدد لك. وطبعا السونيك من مقاييس ومعايير طبعا. معينة. بعدين نحفر هيك نسميها بالعموم. كمان ايه حسب عدد الشنة الغرسات اللي شلنا. تمام. سميهم غرسات. شتلات غرسات، مش ما تسميها، سميها غرسات. هيك تتشيلها. كمان يتخدر من قدام المرحلة الثانية. تماما. ينبخش كامل. عملت الحفر تبعك، يجي المرحلة الأخيرة بقى الزرع. يكون بهالوقت شعرة بشعرة نظفوه، اللي خرج للزرع ينزرع، اللي مو اسمه ينشال على جنب. فرز، عملية فرز فرز تتشك. تماما. مثل زرع أي شيء دائما من قدام يكون أكثف. تماما. وبعدين شوية على أخف. يعني في ناس على بلكي على جلستين تصيروا أكتر، لأنه كمية الشعر الموجود بالمنطقة المانحة ما تكفي. إذا صلعتوا من هون زرعتوا من هون استفدت. تماما. حتى الشيل تبعه يعني بحيث يكون في تناسق بالأمر. النتائج منيحة كويسة كتير حلوة يعني. حلو كتير جدا. يعني. دكتور هلا عم نتناول موضوع المركز هلا باعتباركم عم تشرفوا على المركز الموجود هلا هو بالقامشلي، وكل هالخدمات هاي يا ترى اللي حكينا عنها سواء كان البوتوكس، الفيلر، البلازما، الشحوم، الليزر، زرع الشعر
اللي هو يعني جدا مهم. كل هالخدمات هاي بالمركز عندكم متوفرة؟ تمام، كلهم متوفرين. مهم. الزرع مو يومي هو. تماما. الزرع يعني مشان نكون صريحين، في ورشة تجينا من كردستان، لأنه 4-5 يشتغلوا بالزرع مو واحد. تماما. يعني ما حدا فريق يقدر يشتغل. ومراحل فريق مثل ما ذكرت. كامل، يعني 10-12 ساعة يعني بلكي تطول على كل شخص يعني شخص الوقت باليوم، يعني يا دوب تخلص ملي وحدة يعني. صح. ما تخلص هنك. تماما. لهم خبرة ونتائج حلوة كتير. فريق مختص. أي فريق وخبير. مختص وشغل كتير حلو. اسمه هيك يعني أكيد هي يلتقى حد إنه خيو والله صار معه إنتان، صار معه شغلة. يعني واحد اليوم يزرعت له، تاني يوم يروح يشتغل بالصناعة، والله ما صارت هاي. هاي كمان فهمت علي شلون؟ فترة الزرع لازم ما كثير تتعرض للشمس، في لها طريقة خاصة للغسيل. يعني أول 10 أيام الغسيل بالمركز صبح ومساء. تماما. روة معينة يسموها فوام. أيوة. الأجنبي. تمام. أول سطح هاي، بعدين يعني عبارة عن بالسيروم الملحي بخوة. يعني في الفترة الأولى يعني ما تعامل بلطف جدا 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 جدا. خلال شهر تشوف تيجيك المريض ما بقي ولا شيء، تيقع، بس بعد منه بشويش يطلع ويبين. يعني هلا يجيك واحد بعد شهر ونص انه خيو والله زرعنا بفلان محل وما استفادت وراح. لا، اصبر يعني لحد 3 أشهر ل6 أشهر وقتها يبين انه استقر انه هيك. فترة الزرع حتى ان للي عامل الزرع يخبروه شلون يتحمم، شلون يغسل، كلش قد يغسل، هالامور كلها اسمه. وغرفة عمليات اياها تعقيم كامل. يعني ما انت مشتغل بالمجال الصحي تماما، غرفة العمليات ما يصير حدا يفوت بالحذاء ابدا. بابوية خصوصي يفوت. حلو كتير. دكتور، هلا اذا اللي فهمته من حديثكم خلال تحضير، هلا في هي مرحله تحضير المريض، وايضا في مرحله ما بعد العمليه اللي عم تجروا له، هي عمليه الزرع. اذا في توصيات معينه اذا المريض لازم يتبعها، واذا ما اتبعها ما راح، يعني هي راح تاثر على نتيجه الزرعه. هي ممكن هيك شوي. تمام. يعني هلا كتير امور يعني مشان فريق الزرع كمان مشان اسمه التحاليل العامة كلها نعمل. حلو كتير. أهم شيء زمن النزف والتخثر ينعمل أكيد. العامل الاسترالي، عامل استرالي وخمائر الكبد من الأشياء اسمه. تماما. هدول من الضرورات. من مدة أجا شاب وبده يزرع، دكتورتنا المشرفة الزرع بعد تلك التحاليل، دكتور هيك تو الحل كنت تشتغل يعني اسمه انه في شباب يعني تعرف انت بيشتغل بالمجال اسمه. تمام. اي خدش اي ابريس ومشان ايش بلالي من هالش اسمه عامل اسرائيل وخمائر قبل كل شيء ينعمل ضروري. طبعا المريض يقول له خيو بدك تحلق 0 على 0 تكون ايش اسمه اول فتره نحن نغسل لك، بعد 10 ايام تروح جسمه غسل يوميا، بس شعرك ما لك علاقه فيه. ما يصير تحط قبوع على راسك بالشمس، ما تمشي تشتغل بمكان مو نظيف، ما يصير نمشي المال يعني تحكي هيك تأثر بلكي بهالعملية الحك هاي يتوقع لك 100% انه حق تعب كل تعب مو تعب يعني فعلا يعني تعب يعني ساعات العملية الوحيدة هيك تطول. دكتور، بهالحالة هاي بظن انه بيكون وفرته على المريض. يعني هلا كان سابقا المريض يلجأ للشام او للدول المجاورة، هلا بهالحالة انتوا جبتوا الفريق كله لعند المريض المدلل، دللتوه. يعني لو نحكي عن موضوع التكاليف شوي، راح تكون هي أقل تكلفة مقبولة، يعني بدون تحديد الأرقام، ولكن كيف يعني رضاء المرضى على الموضوع هذا؟ تعرف أنا الموضوع السعر وش اسمه ما أتدخل فيه، مو تماما. أنا إشراف علمي واسمه هنيك، بس الأسعار معقولة. مو ايش اسمه هن مرات يعملوا عروضة، بلكي هلا أقل أكثر أقول سعر وما ايش اسمه هنيك. تماما. بس على هالأرقام خلي يتصلوا تماما يستفسروا. أكيد رح يعني استفسر إنه هلا التعليق أكيد هلا قديش يسوى وشلون وكيف. تماما. تماما. إذا طالما الحلقة لما تخلصها تليفوني تنزل وعلى هالمواضيع هاي كلها وإيش ما بدهم وكيف وشلون. أكيد رح والمركز إيش في إجراءات كلها أقدر
تفضل دكتور، الاجراءات الموجوده بالمركز لو يا ريت انا ضمن كل شيء سالتني كل شيء هذول كلهم فيه، هدول كلهم اللي ذكرناهم موجودين بالمركز، بالاضافه الى شيء ثاني في موجود تماما. هدول زرعوا هدول كلها فيه. هدول شغله وحيده حد راح بيعمل شيء من هالاجراءات. البوتوكس امانه تروح على مركز وما في مولده وما في كهرباء، البوتوكس لمو بالفريزر تخسر دولاراتك تماما. ماده منتهي صلاحيتها من المنشأ. يجيني الدواء من الشام، يجي من حلب، يجيني من كردستان، من إيش إذا مو بالفريزر. شروط الحفظ هاي ضرورية. التانيين عادي. تانيين بس إذا البوتوكس، موضوع البوتوكس هذا لازم يكون بالفريزر مجمد، إنه تجي بودرة. يعني بودرة ما تشوفها بالاسم. تماما. غرامات هني. صح. مددها بالسيروم الملحي 100 وحدة سيرنجة أنسولين. صح. سيرنجين أنسولين نحط لها ونحقن حسب الاسم. في ناس بلكي نص الإبرة تكفي، وفي ناس بلكي كاملة ما تكفي، حسب اللي لها الإجراءات كلها عم نشتغلن يعني. حلو كتير. هلا الأخ خالد عم يسأل إنه في موضوع علاج يعني نهائي للإكزيما ما في. لا تماما. حسب نوع. إذا إلى أنواع هاي. يعني بل كان يكون مثلا واحد دهان يشتغل، طالما يشتغل بالدهان ما يصير. واحد يشتغل بالصناعة طالما يسونيك، يشتغل بالإسمنت بالاسمه طالما يلامس هالمواد هاي ما يطيق. هي الإكزيما أغلبها مهنية، تابعة على مهنتك على حرفتك يعني. إنه قضاء عليها لا بيجي يقول كل ما يروح يشتغل بيشمينتو عامل هو يشتغل بيشمينتو تيطلع يا تيترك شغله. لا معلم زريقة وقت يتغدر شو ما يقدر يترك شغله تماما. دهان هو ما يقدر يترك شغله. مدرسين أيام زمان هالطبشور العادي كان صح. الكلسي كان يصير معنا إكزيما. أيوة. حولوها لهذا البلاستيك أتذكر أيامنا. تماما. شوي أخف كان. آخر شيء صار شنيار وصار اللوح مثل ما سلاماتنا للجميع اللي عم يبعثوا لنا تحيات على البث المباشر. اكيد بنوجه لكم تحيه ومسرورين جدا بمشاركتكم. هلا دكتور بدنا نتطرق لموضوع هيك شوي برات حديثنا. يعني هلا بنسمع كثير من المراكز موجوده، وبنسمع كثير من الموضوع انه والله الشخص الفلاني هو خبير تجميل. يعني ضمن حلقتنا هيك حابب شوي يعني يكون في نقد او يكون في مثلا موضوع توجه صحيح. يعني هلا في كثير مراكز ناس فاتحينها وهن ربما ما يمدوا اي صله بالاختصاص. يعني لو نحكي عن المراكز الغير مهنيه اذا جاز التعبير او المرخصة اللي غير يعني ما بعرف كيف بدي أعبر السؤال. لو نحكي عن الموضوع هذا يعني دكتور كمركزكم هلا هو أكيد تحت إشراف أطباء مجموعة من الأطباء، وأنتم أحد الأطباء المشرفين يعني ضمن المركز. والمراكز يعني الثانية بدون ذكر أسماء أكيد لو نحكي عنها لحتى المشاهدين والمستمعين يستفيدوا، لأنه مثل ما ذكرت هلا موضوع البوتوكس بتروح على مركز ما عنده كهرباء 24 ساعة، عنده هالمادة هاي، المريض ما راح يستفيد شيء ضمن الحوار أو المحور هذا. تمام. يعني هلا نحن بدنا نحكي على البلد على القائمة شو بدنا نحكي. نحن هلا هون يعني بلكي بكل شارع مرات هيك نمشي مركز تجميل مركز تجميل مركز تجميل أو خبير الفلاني تجميل في شغلتين يعني. يعني أنا مركز تجميل عرايس حر أحسن من الدكتور تشتغل. تماما. أعمل تسريح، ألبس الكليل، أعمل لها شو اسمه هنيك. تماما. والله أكثر من زرع الشعر تبطل الوارد يعني تبعه. 12 ساعة نقعد على شو اسمه بلكي قد وارد تجهيز عروس ما في يعني. محل كوافير وأجي أحقن بوتوكس وفيلر وإيش اسمه مزبطة. نعم. مثال هذا. تماما. مثال حدا تاني عامل دورة على الرأس والعين. عامل دورة وعامل حاله خبير تجميل. أنا هلا طبيب جلدية وعامل دورات بس ماني خبير تجميل. أيوة. أنا حاليا ماني خبير تجميل. العالم يجوا من رايح لعند الدكتور فلان أو الدكتورة فلاني. لك يا أخي والله هدول ما في هون. أحكي لك شغلة من 3 أيام. نعم. أجاني شاب طبعا ما أعطيته صبية هي عفوا. أحد المراكز حاقن للفيلر الدائم طبعا كذا شهر وتليفت الشفة هلا مقلوبة هيك. أيوة.
مثل شفة بلا ما نسميه تماما. بتجس قاسية شو اسمه بكثافة. هذا بدها جراحيا إزالته ما بدها شيء تاني للأسف. ودائمي يعني. ودائمي يعني يعني قلت له تقرير ما أعطيكي وما لا أخرب بيت العالم ولا شو اسمه، أنت حرة، أنت رح تعملي. أول ما كانت تروح إنه مركز هذا فيه طبيب ولا ما في طبيب. فيه هلا زملائنا زميلاتنا ضمن العيادة، الدكتورة فلاني، الدكتور فلان خيو، جهاز الليزر عنده، الفيلر عنده، البوتوكس، جوات العيادة هو يعمل. أوكي. نجي على المراكز. بقانون الدولة السورية أمور التجميل هالشغلات اللي حكينا عنهم كلهم طبيب الجلدية وجراح التجميل فقط يحق لهم، استثناء جماعة الأذنية تجميل الأنف والأذن فقط. استثناء أطباء العيون انسدالات الجفن وتبع الجفن. شوف هيك واحدة ترهلات بالجفن هذا يحق لك. هذول استثناء. اختصاصات الثانية يعني هلا جراح هام بلكي يقدر يعمل، طبيب هو تماما صار شيء هو يتحمل المسؤولية. نعم. أجي أحقن شحوم وماني ممرض للأسف يعني. في 3 زملائنا ما أقدر أسميهم مو للدعاية يعني. نعم. حتى اسم المركز أنا ما قلت اسمه مشان ما نعمل دعاية. فهمت علي شلون؟ نعم. أنا مشان الاسم يعني ولو أريد أقوله يعني بل كان يقول دكتور راحت ليش ما قلت اسمه هيك. 3 زملائنا جراحين تجميل هن قليل جدا ما يشتغلوا حقن شحوم يعني بدها تقنية بدها شو اسمه طبعا. وشباب من الشاطرين يعني وعليهم بسم الله عليهم شغل يعني من أحسن ما يكون يعني. واحد مالك علاقة بهالأمر ليش تعمل هيك شيء؟ طب هاي تقع على خيته مثل ما قلت بقى في القيمين بهيئة الصحة لازم هن يراقبوا هالأمر. الطبيب في كثير في كذا مركز مرخصينها بأسامي أطباء مرخصين، أنا من ضمنهم يعني. نعم. 24 ساعة ما قبل المركز لا في شغلة في حقن في شغلة أروح يعني. هلا الليزر صبية متدربة تعملين ما هالإشكالات يعني. اليوم اللي في زراء نمرق عليهم اسمه نروح نجي اسمه 24 ساعة طبيب بس المركز مرخص باسم طبيب. نعم. وفي مجموعة أطباء لهم في أيام محددة، ناس فاتحين ما لهم علاقة بالش اسمه يروح لعندهم أنا مرخص باسم طبيب، مرخصة باسم طبيب والطبيب ساكن بالدير وبالشام يعني مو موجود بالبلد يعني بالقليل. تحمل المسؤولية في مسؤولية كثيرة فيها يعني. المسؤولية على شو اسمه والله والشباب يطلعونها يطلعون كشوفات يطلعون شو اسمه شباب هي الصحة ولا شو اسمه المعنية بلا شو اسمه يعني يكون في تركيز على هالأمر شو اسمه هيك لأنه بهالعملية يعني المجال نص المجال الطبي يعني صار مباح للأسف يعني. ما شو اسمه صح. أنا دكتورة أسنان، أنا صيدلانية، أنا شو اسمه حتى نحن عاملين دورات مو من هيك لحنا أكيد. نعم. ما يصير شغلة فيها خطر. أكيد. تيجي تفتح مركز وما له علاقة بالأش اسمه ولا سألني أحد واشتغل مو هيك. هو بقى ردي على كل من يعمل أي إجراء تجميلي من هدول. رحتي لعند لا أستحي ولا شيء أبازروا على السعر. أيوة تبازروا دكتور أنت ولا دكتورة ولا ما ولا فني ولا كذا ولا المهم. نعم. بكل دول العالم جماعة الزرع وحتى الليزر فنيين يشتغلوا عادي. بس مركز مرخص في طبيب في ايش اسمه فكر. حتى هيئة الصحة والإدارة الذاتية كمان تقريبا نفس قوانين الدولة تماما يعني. إذا مو طبيب ما يترخص باسمه. بس نشوف يعني أنت ذكرت الموضوع يعني. نعم. في كذا يعني مركز يعني والله مرات يجوني إنه جيت ما بدي أسمي الأسامي ما نعم. لي مركز فلان لك يا أخي وتلاقي لك الأرمى لا ما هذا مو يرجعوا. واحد راح اشتكى على واحد بالمحكمة يطلع بالدفتر كاتبين الدكتور فلان يدور ما ياخذ دكتور ما في تماما كل الاختصاصات بهالاسم ما في. يا بنت الناس على من تشتكين
على اي دكتور اي دكتوره يعني هل اسم ما عندنا اخر شيء انا دكتور. تماما. اذا بنرجع لصلب موضوعنا دكتور، انه الناشد الجهات المعنيه انه يركزوا بشكل ادق يعني على هالموضوع هذا، والاشخاص ما راح نسميهم المرضى، الناس اللي حابين يعملوا اي اجراء سواء يعني اجراء تجميلي يتاكدوا من حقه انه يسال اذا الطبيب عم يشرف على المركز هذا، المواد الموجوده مصادرها، ومثل ما قلت الجانب المادي اكيد من حق اي مريض يساله. فنحن يعني رسالتنا للمستمعين انه دائما لحتى ما يصير معهم اي اختلاط وما يفوتوا بمتاهات سواء كانت إشكالات، فهي بنوجه لهم تحية. رح نختم لقائنا دكتور كسرى حوج، اختصاصي بالأمراض الجلدية والتناسلية. إذا حابب يعقب على أي شيء بند ضل هو بباله حابب يحكي، نوجه رسالة للمستمعين، يعني توصيات نحن عادة بنختمها، يعني نصائح وتوصيات للمرضى للأصحاء للمستمعين أكيد. نترك المايك لك دكتور. يعني أنا للي يشتغل الشغل واللي رايح لعندهم يعني الحكي اللي حكيته هلا بلكي في ناس اللي يسمعوا يقول قاصدنا ولا هيك عامل ولا ايش اسمه. شغلة ما شغلتك لا تشتغل فيها. نعم. شغلة أكبر منك لا تشتغل. السوق شغال. وهالمهنة هاي مهنة تجميل كتير مربحة جدا. تقدر تشتغل لك شغلتين، تشتغل لك ميزو وبلازما تطالع يوميتك وأكتر من طبيب. أجي أعمل حقن شحوم، لا ما شغلتك. نعم. ما شغلتك. أوكي. إن السلطات التنفيذية إذا كانت موجودة والدولة بقوتها بسمو ولا مركز من هدول ينفتح. حتى أنا واني طبيب ضمن عيادتي أو مركزي وأكون موجود فيه يعني. ولا ما يصير أشتغل شغلتين مع بعض. من حقي أفتح مركز تجميل من الدولة مرخصة ومن هيئة الصحة مرخصة يسمحوا لي يعني أنا طبيب إيش اسمه السيد الفلاني. كمان أرجع الأمر، إذا تزيين عروس وش اسمه يجيب لك أكتر، ليش تحكي لك بوتوكس وش اسمه تعمل لك مشاكل بكرة يعني شو لك. نعم. زيني وحدة زيني تنتين وزيني ثلاثة وخلاص هونيك أحسن من الشغلات هاي. زملائنا وارد أكرر أنا واحد منهم، يلي فاتحين مراكز ويلي مرخصين بالقليل واحد يمرق على هالمركز ايش يصير فيه ايش فيه ايش ما مشاكل يعني ما لنا ملزمين ونقعد هنيك بعيادات ما نقعد. فهمت علي شلون؟ في امور مو حي الله واحد اسمه ولو عامل دوره. هلا عند مني ما تروح من المراكز صاروا 4-5 سنين شغالين صاروا يشتغلوا بس شغلات كبيره ما يصير هذا. التزام الحدود يعني واجب يعني أرد أكرر يعني هالمثل هاي شغلة الخيول حقنتي فيلر حقنتي بلازما حقنتي ميزو ومشكلة بس والله تجي تحقن شحوم ثلاثة جراحين زملاء جراحين تجميل تأتي بالقائمة مش موجودين غيرهم لحد هلا ما في يعني قليل جدا ما يشتغلوا هالعملية. شو بدك تشتغلي؟ هاي وحدة. وأصحابين المراكز يا جماعة التعقيم الضروري والأش اسمه والطمع مو بالاسمه والشغل هذا كتير مربح وبشير شو اسمه بس كل واحد يمد اجره قد الحافه شيء يسموه على قد الحافه على اسمه ما وان شاء الله كلياتكم تكونوا خبراء تجميل وتكونوا شو اسمه بس مو هيك هو يعني الامور لو كانت مثل الاول ولا مركز من هدول ما يصير تماما يتسكر تماما. وزير عميد كلية الطب كان أيام زمان زميلنا من اختصاصنا من طرطوس لما بلشت موضة الليزر أول شيء بالتجميل ليزرات ليزر شعر وزكاة وفلان يجي ناس هو زلمة يشتغل شغلات كبير بالعمر اسمه عالم زلمة. مرة سأل جماعة النقابة خيو شافي أسمع شغلات هيك دكتور فلان ودكتور فلان وهذا بالبرامج وهذا بالمزي وهذا إيش هدول من اخواننا العلوية طرطوسي وبلهجته هيك. بعد ما فتش ولا واحد من الناس هيك بأمر من وزير الداخلية ومن وزير الصحة طالع قرار كميون و4 عساكر وراها مركز شاروا اجهزته. هون هيك بس ما في حدا ينفذ هالامر هاي اسمه هيك. انت فاتح مركز جايب اجهزه تكون اجهزه كويسه
حدا يشرف لك عليه. نعم. طبعا انت صاحب الكار انت تكون معلمه، يعني تشوف حالك زي عليه، بس مو هيك. تماما. في نهاية اللقاء والصحة للجميع. أكيد. نهاية اللقاء الجميل والمعلومات القيمة، بشكر الدكتور كسرى حوش، اختصاصي بالأمراض الجلدية والتناسلية والتجميل، على الحضور الجميل واللقاء الحلو. ألف شكر لكم دكتور. الكل. أشكر زملائي بالكنترول والبث المباشر. كنت معكم أنا عماد خلف من وراء الميكروفون. شيرين وجيدوا على البث المباشر والكنترول. على أمل نلقاكم بعد العيد من هلأ. كل عام وانتم بخير. صحتك بالدنيا. هذا البرنامج برعاية مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، الأخصائي في جراحة الوجه والفم والفكين. المركز مختص بالتجميل وزراعة الأسنان. مركز الدكتور بندوار محمد يقدم كافة الخدمات السنية: تجميل الأسنان، معالجة الأسنان بأحدث الأجهزة والأنظمة، معالجة أسنان الأطفال ضمن المركز تحت التخدير العام، عمليات الزرع بأحدث الأجهزة والتقنيات، عمليات جراحة الوجه والفم والفكين بالأنظمة الحديثة، تبييض الأسنان بالمواد المستوردة والتقنيات الحديثة، أيضا تجميل الأسنان بطرق حديثة وسهلة. ولا ننسى ابتسامة هوليود الشهيرة. مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، قامشلو، بجانب مشفى الرحمة. للحجز والاستعلام هاتف 433 226.